بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى كل آل محمد وأمة محمد. اليوم راح ندير طبق تاع الشخشوخة، بما أنه اليوم عطلة والعائلة مجتمعة. راح نقدموا هذا الطبق اللي يمتاز به الشرق الجزائري، كل الشرق الجزائري بما فيه قسنطينة. أنا وصلتني هدية عبارة عن شخشوخ ظفر، شخشوخة مصنوعة باليد الله الله، بعثت لي من حبيبتي من البادية في خنشنة. أنا استعملت هنايا البصلة تاع فيول، وعندي أيضا ثوم. البصلة هذيك اللي متوفرة عندي استعملتها، قشرتها وغسلتها، درك نقصها ونرحيها كما قاعدين نشوفوا هكا. هي والثوم نرحيهم مليح. من جيه نروح نشوط هذاك الدجاج اللي عندي. أنا عندي هذا الزوج دو كويس الدجاج، نشوطهم مليح ونغسلهم ونحطهم يتقلاو مع القطرة تاع الزيت على نار هادية، ديما النار الهادية باش الماكلة طيب على حلالها وطيب وتطلق البنة تاعها. ما ننساوش هذيك البصلة والثوم اللي رحيناهم، ونبقاو نخلطو الكرباط تاع الفلفل كما يقولو هنا في البيت الشعبية، القرن تاع الفلفل. عندنا طماطم المصبرة أي نوع تحبوه، اللي يحب يكثر واللي يحب لا. أنا الحقيقة يعني الشخشوخة نحبها حمرا وحارة، الهريسة كيف أي نوع تحبوه بالحجم اللي تحبوه. كاين اللي يحب الحار وكاين اللي ما يحبش. نكملو نقليو ونحطو باقي المكونات هذو. كملت منهم الطماطم والهريسة. نستعمل لي زيبيس راس الحانوت ولا كروية، كل واحد والذوق تاعو. الفلفل الحساني اللي يحب، كل واحد واش يحب. الحمار إذا عندكم استعملوا أيضا زيت بنة. الملح نملحو الآخر تاعنا. تحبوا تستعملوا الزبدة أو لا تقليو بيها، كل واحد والذوق تاعو. أنا ما نستعملهاش لأنها الحقيقة دير الجيور. نقليو بشوية ماء يكون سخون، سخنتو. بعد ما تزيد تهز الغلية نمرق مليح ونخليها الطيب. من جيه نروح نستعمل هذيك الشخشوخة. هاي ليكم هايلة نظيفة، وكل كعبة قد أختها كما تشوفوا. أنا يعني كاين أشوش مليحة هايلة بيبات. ما نستعملش بزاف لأنه العائلة صغيرة بركة، الحجم اللي نتوقع أنه يكفيهم. ندير واحد السر اللي هو الفلفل يطلق بنا كي تفوريه مع الشخشوخة. تحطي قطرة تاع زيت باش تفوريه المرة الأولى بزيت وحدو، باه تبقى كل حبة وحدها، ما تلكالكش كيما يقولوها. طيب كل حبة وحدها كيما هكا وتحطيها تفور. خليها تفور مدة من الزمن. حطي عليها باش الماء هذا ينزل عليها يساعدها على انه تكون طرية اكثر. نجي نحط بيضات تسلق مع شوية تاع الحمص اذا عندك، اذا متواجد اكيد. انا الحقيقة ما كانش اليوم، ما كانش. بعد ما فرت التصفيرة الاولى نمرقها كما قاعدين تشوفوا كذا. شوفوا اللفار شوية ما تبانش مليح، فوالا هاي عاد تبان. هاو الكربوط تاع الفلفل دائما يبقى فيها وهي تفور. نروح نعودها بلاصوص تاعها بعدا باش كي طيب حمرا. كون نديرها بالماء تجي شويه يعني حتى اللون تاعها ما يجيش مليح. نعاودها كيما هكذا بلاصوص، قسمه يكفي، قسمه تتشمخ. ونعاود العمليه هذه مرتين ولا ثلاثه، نشمخها بلاصوص بعدا ونحطها تفور. هذا خاصة تاع المشرق اللي منا ولا منا باش يعرفوا الشخشوخة، لأنه الشخشوخة تمتاز بها الجزائر فقط، يعني لا المغرب ولا تونس، مع احترامي لباقي الدول. لكن الشخشوخة تمتاز بها الجزائر، وكل منطقة في الجزائر عندها الطريقة اللي تدير بها هذا الشخشوخة. تبقاو تعاودوا العملية كيما هكا بلا صوص وتحطوها تفور مرتين ولا ثلاثة كيما تشوفوها طرات.
تروحوا تسوموها. دائما الفلفل شوفوا كيف هو يعني المظهر تاعو، وأيضا يطلق البنة. حركوا مليح برك باش تدخل في بعضها. تحبوا أيضا تحطوا شوية زبدة باش كي تحبوا تفوروا كيما بغيتوا تفوروا بشوية زبدة، ولا أنا دائما أمتنع الزبدة الحق كيما قلت لكم. الزبدة ديما ديال الجيور، يعني اللي مرض بالحريق سي با لابين. نرجع نحطها تفور كيما هكذايا. كيما قلت لكم العملية تتكرر مرتين أو ثلاث. نغطي عليها أيضا. أنا تشرشمت لي البيضة تاعي، صاي نحيها ونقشرها ونخليها لوقت التقديم، قريب تفور لي قريب يكمل الطياب تاعها، ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. وها هو الطبق تاعنا واجد. الدجاج تحبوا تحمروه بشويه زبده ولا زيت تقليوه، ولا تخليوه كيما راه. انا الحق خليته كيما هكا طاب زبده. شهيه طيبه والى الملتقى.